من زمان والكلاب جزء من حياة البشر، منهم اللي بيكون أوفى صديق لينا ومنهم اللي بيتحول لسلاح قاتل. في الفيديو ده هنشوف أخطر سلالات الكلاب في العالم، واللي ممكن تبقى حارس أمين لصاحبها أو كابوس مرعب لأي غريب يفكر يقرب. خلي بالك، الكلاب دي مش لعبة، دي تاريخ طويل من القوة والشراسة والولاء. هاخد من وقتك ثانية واحدة نصلي فيها على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أنا حمادة حمدي من قناتي على اليوتيوب. أتمنى دعمك للفيديو بلايك واشتراك في القناة. حاجة كمان عايزين نفتكرها كل فيديو، إن احنا ندعي لإخواتنا في فلسطين. الكين كورسو كلب ضخم أصله إيطالي من القرن ال16، وكان زمان بيستخدموه في الحراسة وكمان في الصيد، وحتى في مواجهة حيوانات كبيرة زي الخنازير البرية. الكلب ده قوي وشجاع ومختار بعناية عشان يكون مميز في اللي بيعمله. مع صاحبه بيكون وافي جدا وحنون، لكن مع الناس الغريبة ممكن يبقى خطر. البريسا كناريو أو اللي بيتقال عليه دوج كناريو أصله من جزر الكناري في أسبانيا. وصل البرازيل سنة 2003، ووقتها عمل ضجة كبيرة قوي، والناس افتكرت انه هجين من كلب البيتبول، لكن في الحقيقة هو سلالة مستقلة. الكلب ده طيب ووفي، لكنه في نفس الوقت شرس وحذر مع الناس الغريبة، وكمان عضته من أقوى عضات الكلاب في العالم، وده اللي بيخليه كلب حراسة ممتاز. اللي تشاو تشاو رغم شكله اللي شبه الدبدوب، إلا إنه بيحتاج رعاية كبيرة وتدريب مستمر عشان ما يتحولش لكلب عدواني. أصله من الصين ووزنه بيوصل ل 30 كيلو. معروف إنه بيبقى شرس جدا لو حس إن في خطر على صاحبه، ورغم إنه يقدر يعيش في شقق إلا إنه لازم يخرج كل يوم. الخروجات دي بتقلل جدا احتمالية إنه يتحول لكلب عدواني. روديسيان ريدجي باك أصله من أفريقيا، والكلب ده معروف بقدرته على إبعاد الأسود عن فريسته. هو كلب صيد من الدرجة الأولى، لكنه ممكن يتربى في البيوت. ذكي جدا، لكن في نفس الوقت بيكون شكاك في أي حد غريب، عشان كده محتاج تدريب قايم على المكافآت ومعاملة كويسة بعيد عن القسوة، ولو متعلمش صح ممكن يبقى سلوكه عدواني تجاه أي حد. الدوجو أرجنتينو كلب ضخم أبيض ومعضل، اتطور في الأرجنتين عشان يستخدموه في صيد الحيوانات الكبيرة زي الخنازير البرية والفهود. ورغم انه قوي جدا ورياضي، إلا انه اتربى من البداية انه ما يكونش عدواني مع البشر، ومع ذلك الكلاب دي محظورة نهائيا في بريطانيا طبقا لقانون الكلاب الخطيرة لسنة 91. البوير بويل سلالة كبيرة جاية من جنوب أفريقيا، اتربى أساسا عشان يحمي البيوت والمزارع، وكان زمان خط الدفاع الأول ضد الحيوانات المفترسة. كمان ليه قيمة كبيرة في تتبع الأعداء. الكلب ده فعلا وافي جدا وحامل عيلته. الجيل دوج أو البيل دوج الباكستاني هو ناتج تهجين بين كلب الفيران والبولي كوتا. كلب قوي جدا واتعمل مخصوص للقتال، وعشان كده مشهور بشراسته وصعوبة في السيطرة عليه. سان برناردو كلب عمل ضخم جدا، أصله من جبال الألب السويسرية والإيطالية. اتربى في البداية للإنقاذ وسط السلوج، واتشهر بحجمه الكبير وقدرته على إنقاذ الأرواح في أصعب الظروف. لكن زي أي كلب ضخم محتاج تدريب كويس من بدري عشان يكون اجتماعي. الدوجو ألمان أو اللي بيتقال عليه أبولو أو الدنماركي، واحد من أطول سلالات الكلاب في العالم. ساعات وهو واقف على رجليه بيتخطى طول الإنسان. في حياته اليومية بيكون مرح جدا، وبيضحكك في مواقف كتير، لأنه ما عندوش إحساس بحجمه أو قوته، لكن لو حس بخطر هيتحول وقتها لوحش، وده بيخليه كلب حراسة ممتاز.
الهاسك السيبيري مشهور بقدرته الكبيرة على سحب الزلاجات، كلب قوي وسريع، لكن برضه ممكن يكون خطر خاصة على الحيوانات الصغيرة، لأنه في النهاية صياد عنده غريزة افتراس عالية. الملاموت الألاسكي نقدر نقول انه قريب للهاسك السيبيري، وتقريبا ان الخطورة في العيلة دي متوارثة. الكلب ده محتاج نشاط كبير جدا، جري ولعب باستمرار، وده ضروري عشان ما يتحولش الكلب عدواني. تدريبه مش سهل، ومش بيتعامل كويس مع الحيوانات الصغيرة، وكمان مش بيعتبر كلب حراسة مثالي. الراعي القوقازي كلب حراسة أصله من روسيا وجورجيا، وبيستخدم بشكل أساسي في حماية القطيع. الكلب ده ما بيتحملش وجود كلاب تانية حواليه، وسهل جدا يخرج عن السيطرة، عشان كده مش مناسب في البيوت اللي فيها أطفال حتى لو اتربى من صغره على الاختلاط، وده بسبب غريزته القوية في الحراسة وقوته الجسدية الكبيرة. كلب الذئب من اسم واضح انه ناتج تهجين بين ذئب وكلب، واكتر السلالات اللي بتتدخل في التهجين ده هي الراعي الألماني والهاسك السيبيري والملاموت الألاسكي. أنيابه أطول من الكلاب العادية، ولما بياكل ما بيحبش حد يزعجه. الكلب ده محتاج مساحات واسعة يجري فيها عشان يحس بروح الحرية اللي عند الذئاب، ولو الحرية اتسلبت منه بيتحول لكلب شرس. الراعي الألماني وزنه بيوصل ل 45 كيلو، وبيبقى خطر لو حس ان في تهديد لعيلته او منطقته. معروف عنه انه شديد الحماية، ذكي جدا وواثق في نفسه، وما بيخافش من الكلاب التانية، ولو احتاج يهاجم ما بيترددش. لكن لو اتدرب كويس وتعود على الاختلاط من بدري هيكون اقل في الخطورة. البولدوج البرازيلي كلب ضخم اتطور في البرازيل، عنده قدرات عالية جدا في التتبع، لكنه معروف بشراسته واندفاعه، وبسبب حجمه الكبير وطباعه العدوانية تم حظر السلالة دي في دول كتير، ومع ذلك هو مش دايما عدواني، لكن محتاج معاملة خاصة وتدريب منظم. كلب البوكسر موجود في قائمتنا بسبب 48 حادثة سلبية اتسجلت ليه ما بين 1982 لحد 2012. أصله من ألمانيا، وسهل تميزه بشخصيته المرحة والحيوية، لكن صفاته دي ساعات بتتصادم مع طبيعته العنيدة، واللي ممكن تسبب مشاكل لو متدربش كويس. الروتوايلر من السلالات اللي عندها صفات جينية قوية بتخليها كلب حراسة ممتاز، لكن سلوكه العدواني غالبا بيظهر في الكلاب اللي اتعرضت لإهمال أو سوء المعاملة، أو ما أخدتش تدريب وتواصل اجتماعي كافي. ورغم إن الهجوم مش جزء أساسي من طبيعته، إلا إنه لو هاجم بيكون عنيف جدا وخطير. الدوبرمان مشهور بيقظته وولائه وذكائه، وبيعتبر من أفضل كلاب الحراسة في العالم، لأنه ما بيهاجمش إلا لو تعرض للاستفزاز أو حس بخطر على عيلته. أصله من ألمانيا، سلوكه العدواني غالبا بيكون موجه ناحية الناس الغريبة أو حتى الكلاب التانية، لكن نادر جدا لما يكون موجه ضد صاحبه. كلب البيتبول أصله من أمريكا وتربى في البداية للقتال، وكمان بيستخدم ككلب صيد وكلب رياضي، محتاج تمارين يومية واختلاط عشان يفضل متوازن. الكلب ده جريء وذكي، لكن عدواني جدا مع الكلاب التانية، ولو اتربى مخصوص للهجوم بيقدر يسيب إصابات خطيرة جدا لدرجة ممكن توصل للموت. لو وصلت لحد هنا يبقى الفيديو عجبك، وأكيد لو عجبك مش هتبخل عليا بلايك واشتراك في القناة. نتقابل الفيديو الجاي إن شاء الله. رب الخير لا يأتي إلا بالخير. سلام.